السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. كيف ما كتشوفوا ان شاء الله نشارك معكم واحد الخبيزات او بيتزات صغار سريعين ما كياخذوش الوقت صراحه البنات، ورائعين كيجوا. كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا غادي نبدا معكم في المقادير. عندي هنا زلافه ونص ديال الدقيق، عندي هنا شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الملحه، عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. انا هنا عبرت بمعلقه صغيره، عبروا نتوما بمعلقه كبيره ديال خميرة الخبز. عندي معلقة كبيرة ديال السكر، وغادي نضيف هنايا 3 المعالق كبار عامرين ديال زيت الزيتون كيف ما كتشوفوا. وغادي نجمع العجين بالماء الدافي. غادي نجمع العجين عادي، جمعتو ما عجنتو ما حتى شي حاجه، غير جمعت الدقيق مزيان، خلطت داك العجين مزيان. من بعد جمعت لميتها شكل الكره، ومن بعد غطيتها بواحد بالبلاستيك وخليتها تخمر على خاطرها. تقريبا خدات مني تقريبا نص ساعه. درتها في واحد البلاصه دافيه باش تخمر ليا بالزربه. كما كتشوفوا غير جمعت هذاك الدقيق مزيان صافي، وما نحتاجش نعجنها ما والو، غنخليها ترتاح على خاطرها. غادي نحاول غير نحيد داك العجين في الاطراف ديال الاصابع صافي، ونلمها بحال هذا الشكل ونخليها على خاطرها كما كتشوفوا بهذه الطريقه صافي. كما كتشوفوا الشكل ديالها غادي نقادها على شكل كره كما قلت لكم، وغادي نغطيها بواحد البلاستيك كيف ما كتلاحظوا، ونغطيها مزيان وناخذها بواحد البلاصه تكون دافيه هكا مع الجو بارد، ونخليها تخمر. وهنا من بعد ما رجعتكم في المرحله الثانيه، هنا من بعد ما خمرت لي العجين مزيان كيف ما كتشوفوا الحجم ديالها راه ضاعف مزيان، غادي ناخذها نحاول نحيدها مزيان من داك الاناء، وغادي نحطها هكا فوق سطح العمل. وهنا غادي نجيب شويه ديال الدقيق غير باش هكا ما تحاول ما تعذبنيش حسب ما تلصقش ليا في الطابله. يعني الا كانت عندكم شي بلاصه الطابله ما كتلصقش لكم بلا ما تحتاجوش داك الدقيق. هنا رشيت داك الدقيق مزيان شويه غير فوق الطابله، وغادي نحاول نسرحها بالدلاك بهذا الشكل غير عشوائيه البنات، يعني ما تحتاجوش تقادوها ما والو. انا الشكل هذا انا غادي نسرحها على شكل مستطيل كيف ما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل. يعني ما غادي نقد ما نزوقها ما نقاد جنابها ما حتى شي حاجه، فقط نسرحها مزيان بالدلاك تكون الحجم ديال رقيق ما تكونش غليظه صافي. يعني ما فيهاش لا قطع لا قاد لا والو. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها شتي راه من جنابها ما قديتها ما والو. غادي نحاول نقطعها بالقطاعه بهذا الشكل عشوائي فقط البنات، يعني ما قديتها ما والو. كما كتشوفوا معايا هنا قد طرف هادو غير كان عندي طوال شويه، غادي نحاول نحيد هذوك الطرف ومن بعد نشكل فيهم وحدين كبار شويه. من بعد تشوفوا معايا غادي نجيب هنا الطاوله اللي نكون فرشه فيها ورق ديال الخبز، وغادي نحطهم مستفون كيف ما كتشوفوا. كيف ما شفتوا معايا اشكالهم عشوائيه. هنا صافي انا جبت الصلصه اللي غادي ندهنها بهم. انا هنا البنات عندي غير صلصه ديال الطماطم، خديتها درت معها شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الزعتر، وشويه ديال الابزار، شويه ديال الكيتشوب. خلطتهم مزيان وغادي ندهن بهم هاد الاطراف ديال العجين كيف ما كتشوفوا مزيان عندهم بهذا الشكل. يعني يمكن لكم نتوما تضيفوا تقادوا صلصه بيتزا الا بغيتو. انا هذه كنديرها الا ما عنديش ديك الصلصه الجاهزه او الصلصه اللي كنقادها في الدار، كنستعمل غير الصلصه ديال الطماطم كما كتلاحظوا. غادي نقاد بهذا الشكل، غنمسح بها مسح مزيان بالمعلقه على دوك الاطراف مزيان كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل. ومن بعد غادي نضيف الحشوه اللي غادي نستعمل. انا هنا درت كلشي ما طايبش، يعني قلت لكم البنات ساهلين وسريعين، يعني ما طيب حتى شي حاجه. غادي نبدا الطرف ندير في الحشو في الطبقه الاولى ندير شويه ديال الفرماج كيف ما كتشوفوا، ندير شويه الفرماج من الفوق. ومن بعد غادي نضيف له البنات الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر. عندي هنا كلشي ما طايبينش، يعني خديتهم قطعتهم صغيورين وغادي نديرهم من الفوق بهذا الشكل بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. نلوح داكشي غير من الفوق بهذه الطريقه، وغادي نكمل نضيف الفلفل الاحمر بهذا الشكل.
وهنا البنات ضفت واحد الحك ديال الطون، حيدت منه غير الزيت، صفيته من الزيت مزيان. غادي ندير من الفوق نعاون به شويه. يمكن لكم تستغناو عليه، ولا يمكن لكم ديروا تشحروا هكا الصدر ديال الدجاج ولا الكفته، يعني باش ما اللي متوفر عندكم في البيت بطبيعه الحال راكم عارفين تقدروا تستعنوا به. انا هنا قلت لكم عندي الطون، حيدت منه غير الزيت وحطيته من فوق بهذا الشكل. وغادي نكمل ندير الطبقه الاخيره واللي هي الفرماج ديال درت هنا الفرماج من الطبقه الاخيره بهذا الشكل. نديرو من الفوق مزيان، ونحاول غير نقاد هكا من الفوق باش ما تجينيش هذاك الشيء يكون طالع الفوق. نحاولوا نستفوهم ما يكونوا هابطين، ديك الحشوه تكون هابطه شويه، ما تكونش طالعه واقفه بهذا الشكل. صافي. ومن بعد البنات ندخلهم الفران اللي شاعل عليه من الفوق والتحت يطيبوا. ومن بعد ان شاء الله نرجع معكم ان شاء الله تشوفوا الشكل ديالهم النهائي كيفاش كيكونوا. وهنا البنات راه كانوا في وسط الفران كيف ما كتشوفوا الشكل ديالهم من وسط الفران كيفاش كيجيو. راه البنات كيتنفخوا، كيشتوا انها طبقه رقيقه، كيجيو يتنفخوا من الوسط، كيجيو من الداخل قطنيين رائعين رائعين البنات. انا راه وسط الفران صورته لكم. وهنا الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم من الفران، هذا هو الشكل ديالهم كيفاش كيجيو. شوفوا البنات كتجي خفيفه البنات، رائعه رائعه جدا صراحه البنات. العجين كيف ما كتشوفوا معايا كتجي من الداخل قطنيه ورائعه. حتى الحشوه الصراحه جات لذيذه رائعه صراحه البنات. انا عجبتني هذا العجين كيف ما كتشوفوا معايا. شوفوا كنتمنى ان شاء الله تشوفوا الشكل ديالهم. ومن الداخل كيف ما قلت لكم راه العجين خفيفه رطبه بزاف، قطنيه لواحد الدرجه رائعه كيف ما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طابوا ليا كيف ما تلاحظوا. كيجيو رائعين البنات، كيجيو رائعين صراحه. غير جربوهم متاكده ان شاء الله غادي يعجبوكم. كيف ما كتشوفوا العجين اللي شاطت ليا البنات درت منها جوج اطراف هكا سرحتها بالدلاك وقطعتها على جوج. درت لهم نفس الشكل نفس الطريقه نفس العماره نفس كل شيء، ودخلتهم الفران. غادي نوريكم الشكل ديالهم اللي عمرتهم. غير الاطراف اللي شاطت ليا من العجين اللي قطعت معكم شفتوا معايا. هذا هما الشكل البنات. غير سرحت العجين قطعتها على جوج عمرتهم بهذا الشكل. كتجي رائعه البنات كيف ما كتشوفوا الشكل ديال. يمكن لكم نتوما ديروهم كبار بهذه الطريقه، يمكن لكم ديروهم بهذا الشكل الاول صغار. هذا غير العجين اللي شاطت ليا درتها على جوج بحال هكا، عمرتها بنفس الحشوه. هذا هو الفيديو اللي شاركت معكم اليوم والشكل اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، وتنساونيش بلايك الفيديو اللي عجبكم بطبيعه الحال، والاشتراك في القناه باش يوصلكم، وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنقول لكم شكرا، الى اللقاء. دمتم في رعايه الله.